ده بقى بيقودنا دلوقتي كل اللي قلناه للحاجة المهمة جدا هي اللي اسمها كاردياك اكسس. الكاردياك اكسس برضه هنقول اوفر فيو عنه، التفاصيل ممكن تدور فيها بس هنفهمه يعني ايه كاردياك اكسس. دلوقتي احنا عمالين نقول من بدري ان القلب ده فيه كهرباء، والكهرباء ليها اتجاهات، واتجاه كل ما يروح على ليد مش عارف ايه صوره منين يبقى بوزيتيف ونيجاتيف. نيجي للسؤال، هل القلب بصفة عامة ليه اتجاه عام للكهرباء فيه؟ طبعا كل خلية بتنقل اللي جنبها وفي اتجاهات مختلفة جوه القلب. لكن هل في افريج لكل الكهرباء اللي ماشيه في القلب؟ طبعا في. الاتجاه اللي هو طالع من الاس اي نود للاي في نود ومكمل على تحت، اللي هو الاتجاه ده بالظبط، ده بنسميه النورمال كاردياك اكسس. في افريج للنورمال كاردياك اكسس زي ما هنشوف دلوقتي. ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا، كل الناحيه دي تمام ما فيهاش مشكله. ده معناه ان الاتجاه العام للكهرباء في القلب سليم. المشكله بتحصل لما الاقي ان الاكسس بتاع القلب بقى متغير، بقى جاي كده مثلا، ها، بقى جاي بقى طالع لفوق خالص. ده معناه ان في مشكله فعلا في الكهرباء بتاعت القلب لاي سبب بقى من الاسباب كتير جدا، بنسميها ايه بقى؟ اكسس ديفيشن. طيب حد بقى يسال السؤال اللي بعده، هو احنا بنعرف منين لما انا اسحب اي سي جي الواحد كده اعرف الكاردياك اكسس بتاعه منين؟ ابص على ايه؟ ما احنا من بدري عمالين نقول فكره البوزيتيف ويف والنيجاتيف ويف. عشان كده لما انا بقول لك ان الاتجاه العام للكهرباء في القلب هو هذا الاتجاه اللي هو نازل لتحت كده، وانا عرفتك من شويه ان في ليد موجوده تحت هنا اهو اسمها ليد 2 على زاويه 60، مش مظبوط كده؟ مش كان في ليد 1 على زاويه 0 وليد 2 على 60 وليد 3 على زاويه 120؟ طيب انا بقول لك ان في ليد 2، وبقول لك ان الكهرباء بتاعت القلب ده بما انه قلب طبيعي نازله لتحت، يعني رايحه في اتجاه مين؟ ليد 2. علشان كده لما تلاقي الويفز بتاعته هتعرف انها بوزيتيف ويفز. يعني الاتريوم لما يحصل له بقى ديبولاريزيشن يعمل لك بي ويف، والبي ويف بتاعته تكون طالعه لفوق زي ما انت شايف كده. يعمل لك بعد كده فنتريكولار ديبولاريزيشن بكيو ار اس. بص منظر الار الاس بقى لما بيجي يتقلب في الكوندكتيف سيستم بتاعه لفوق، يعني بيبقى عكسها يعني. تمام؟ فادي بي ويف بوزيتيف، الار بوزيتيف، التي ويف بوزيتيف. ده معناه ان الاكسس، احنا بنبص طبعا على الكيو ار اس، الاكسس بتاعنا ماشي في هذا الاتجاه. على العكس لما تبص على الاكسس اللي هو الناحيه الثانيه فوق، اللي هو كنا بنقول مثلا الاي في ار، الاي في ار مش هي الموجوده على الناحيه اليمين فوق خالص عكسها، تلاقيها بقى نيجاتيف ويفز، تلاقي الار ويف بتاعتها مقلوبه لتحت والبي ويف مقلوبه لتحت. يبقى في دي فكره الكاردياك اكسس، في اتجاه عام للكهرباء جوه القلب اللي هو في المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي. واي ليد موجود بيصور الكاميرا بتاعته من الناحيه دي اللي هو الكهرباء رايحه لها هيعمل لي بوزيتيف ويفز، والليدز اللي عكسه او مش قريبه ليه هتبتدي تميل ناحيه النيجاتيف ويفز اكتر. فهمنا معنى كلمه ايه هو الكاردياك اكسس، والاهم منها ازاي احنا بنعرف نشوف كاردياك اكسس؟ طيب الصوره دي حلوه جدا اهم مبينه لي. طبعا احنا الكاردياك اكسس ده احنا بنعرفه في ايه؟ هل بالهوريزونتال بلين؟ لا طبعا، الفي 1 وفي 2 وفي 3 الحاجات دي قلنا دي الانتروبوستير. انما احنا بنبص في الكاردياك اكسس على الليمب ليدز اللي هي ليد 1 و2 و3 واي في ال واي في ار واي في اف. تمام؟ انا بقول لك ايه هو النورمال كاردياك اكسس؟ قلنا من اول اي في ال هنا اهو، من بعد الاي في ال على طول عند زاويه سالب 30 اللي قلناها، تنزل على ليد 1 اللي هو 0، برضو ممكن يكون الكهرباء مايله للاتجاه ده، تنزل على ليد 2 اللي هو 60 اللي احنا لسه قايلين عليه، لغايه بدايه AVF Augmented Voltage Foot اللي هو بيقيس من تحت عند زاويه 90، يبقى من سالب 30 ل 90. عاده النورمال كاردياك اكسس بيكون ما بين ليد 1 وليد 2. عشان كده هلاقي ليد 1 وليد 2 الاقيهم بوزيتيف ويفز. ليه؟ لان الكهرباء العامه في القلب متجهه في هذا الاتجاه. طيب لو القلب ده فيه باثولوجي وليكن مثلا عنده رايت فنتريكولار هايبرتروفي، فده يبتدي يغير الاكسس، يوديه بقى ناحيه الرايت اكسس ديفيشن. تلاقي الاكسس بقى بتاع الهارت ماشي في الاتجاه ده زي ما انت شايف، نازل كده اهو بعد زاويه 120. فتلاقي البوزيتيف ويفز موجوده عند مين؟ لما تبص في الاي سي جي ستريب تلاقيها في ليد 3. معنى كده ان ليد 3 الكهرباء رايحه له. لما هو راسم لي الار ويف طالعه لفوق كده اهو جميله زي الفل، يبقى الكهرباء رايحه ناحيه ليد 3. تمام؟ والعكس الناحيه الثانيه عند اي في ال وعند ليد 1 تلاقيهم نيجاتيف ويفز، الكهرباء ماشيه عكسهم. يبقى ده في حاله ايه؟ رايت اكسس ديفيشن.
انا مش هدخل دلوقتي في الاسباب بتاعه الرايت اكسس والليفت اكسس، وفوق خالص هنا في حاجه اسمها اكستريم اكسس اللي هو من زاويه 180 لسالب 90. الاسباب كتير جدا ممكن تدور عليها، بس لازم انا قصدي من الكلام ده ايه؟ تفهم فكره الاكسس. الاكسس اتجاه عام للكهرباء في القلب. الليد اللي بيصور من ناحيه هيلقط الكهرباء، لو جايه عليه هيلقطها بوزيتيف ويف، يعني زي ما انت شايف في الرسمه اللي على الشمال دي، اللون الاصفر الاكسس نازل ما بين ليد 1 و 2، عشان كده هتلاقي ليد 1 بوزيتيف، شايف الار بتاعتها، ليد 2 هتلاقيها بوزيتيف، انما ليد 3 ها مش زيهم، مايله ناحيه النيجاتيف. واي في ار طبعا هتلاقيها نيجاتيف واضحه جدا. تمام. كيو ار اس هنا تلاقيها معكوسه في ليد 3 وفي الاي في ار، انما ليد 1 و 2 زي ما واضح في الصوره دي هتلاقيهم معدولين لان الكهرباء بتاعت القلب رايحه لهم. فهمنا ليه لما بنيجي نبص على شريط الاي سي جي الاقي في الطبيعي النورمال جدا الاقي فيه شويه الويفز بتاعتهم مقلوبه عن التانيين، علشان بيصوروا من ناحيه عكس الكاردياك اكسس، او مش في نفس الاتجاه، مش قريبه ليه، فتلاقي في اختلاف وتفاوت. تمام. اتمنى نكون فهمنا دي كويس. الفيديو ده كويس قوي برضو عشان نشوف بيه موضوع الكاردياك اكسس. شايف؟ بص لف مع الصوره اللي هو عمال يعملها دي، وشوف كل ما بيحرك ناحيه اكسس معين في الناحيه اليمين ده الاي سي جي اللي هو 1 و 2 و 3 واي في ار واي في ال واي في اف. هتلاقي لما السهم بيروح ككاردياك اكسس حاصل ديفيشن بقى رايح ناحيه ليد معين، يعني هو دلوقتي واقف عند ليد 3. بص ليد 3 هنا عامل ازاي؟ طالع لفوق بوزيتيف. طب هو عكس مين؟ عكس الاي في ال. بص شكل الاي في ال معكوسه ازاي؟ الكيو ار اس برضه هو مش عامل اي تشينج في البي والتي ويف، لكن هو مركز على الكيو ار اس. فعشان كده دي فكره الاكسس ديفيشن احنا بنتكلم عليها. تاني كمان مره، هو بص لف وقف عند اي في ار، دلوقتي احنا وقفنا عند اي في ار. بص الاي في ار ازاي بوزيتيف ويف، الار ويف طالعه ازاي لفوق. ها تلاقي بقى عكسها تحت عند ليد 1 وليد 2. شايف ليد 1 وليد 2 معكوسين ازاي؟ طيب يلف شويه كمان، هو دخل عند ناحيه الاي في ال. بص الاي في ال بقت بوزيتيف، على عكسها ليد 3 في الزاويه المعاكسه ليها هتلاقيها بقيت نيجاتيف. دي فكره الكاردياك اكسس. تمام. دي صوره لحاله رايت اكسس ديفيشن. احنا قلنا رايت اكسس ديفيشن يعني الكهرباء ماشيه ناحيه اليمين، يعني هتلاقي ليد 3 بوزيتيف. شايف ليد 3 هنا؟ ليد 3 بوزيتيف. كمان ليد 2 هو قبل ليد 3 بشويه مايل ناحيه البوزيتيف هو كمان، انما ليد 1 اللي عند زاويه زيرو بص عامله ازاي؟ نيجاتيف ويفز. بص الفرق بين الكيو ار اس هنا وهنا. طبعا اي في اف اللي هي تحت هتلاقيها بوزيتيف، ده معناه ان الاكسس ماشي ناحيه الاتجاه ده، اي في اف وليد 3 وممكن كمان ليد 2، انما ليد 1 واي في ال فوق تلاقيهم معكوسين. خلصنا بقى موضوع الكاردياك اكسس عشان نمسك بقى اهم موضوع عندنا النهارده. احنا موضوعنا النهارده مايوكارديال انفاركشن، وفهمنا الاي سي جي كويس جدا. اتمنى يعني الصراحه اللي احنا قلناه النهارده ده يخليك ما تغلطش في سؤال اي سي جي حرفيا، يعني كده احنا فاهمينه كويس جدا. نتكلم بقى على المايوكارديال انفاركشن، هتلاقيها ما اسهلها. ما كانش ينفع نقول دي على طول لان فعلا كان هيبقى الموضوع كله حفظ صم. احنا دلوقتي فاهمين احنا بنتكلم على ايه. انا يا دكتور واقف في الاستقبال عايز اعرف الاي سي جي اللي قدامي ده بيقيس انه حته في القلب اللي ماتت، انه حته في القلب اللي فيها مايوكارديال انفاركشن، يا ترى الانفيريور ولا السوبيريور، اللاترال، البوستيريور، الانتيريور، اعرف منين؟ بص يا سيدي، شريط الاي سي جي اللي انت شايفه قدامك ده، وعاده ده اللي هتشوفه، النص الشمال زي ما انت شايف كده اهو من الشريط عباره عن 6 ليدز. مين هم ال6 ليدز؟ الليمب ليدز اللي هم ليد 1 و2 و3، وهو على جنبهم على طول اي في ار، اي في ال، اي في اف. يبقى الليمب ليدز اللي هم بتوع الفرونتال بلين اللي هم بيشوفوا لي السوبيريور والانفيريور واللاترال. طيب على الناحيه اليمين من الاي سي جي ستريب اللي انت شايفه ده هتلاقي بقى البريكورديال ليدز اللي هم في 1 و2 و3 و4 و5 و6 اللي هم هوريزونتال بلين اللي هم بيشوفوا ايه بقى؟ الانتيريور والبوستيريور واللاترال. تمام. احنا قلنا على حسب الكاميرا اللي بنصور منها. طيب يا سيدي انا دلوقتي عايز اسالك على الانفيريور مايوكارديال انفاركشن، فاذا انا عايز كاميرا باصه من تحت. يبقى انسى خالص البريكورديال ليدز. البريكورديال ليدز مش باصين من تحت، ازاي هيصوروا الانفيريور انفاركشن؟ هتلاقي بقى اي ليد بتتصور من الالكترود اللي موجود على الرجل، يعني ليد 2 ليد 3 من انتوفن تراينجل، واي في اف اللي هو جولد برجر. اي في اف برضه كانت بتصور من تحت، والافرج بتاع ايه؟ الاثنين الكترودز اللي فوق. يبقى 2 و3 واي في اف ما ينفعش تنساهم الحقيقه. والصوره الالوان دي جميله ان انت فعلا اول ما تشوفهم بقى تفتكر على طول مكان الانفيريور. احنا مش لسه بقى هنحلل، احنا دلوقتي بنفهم، بس انا عايز اول ما اشوف الاي سي جي ستريب
اول ما اشوفه اجاوب على طول. الحرف ال اللي تحت ده اللي هو 2 و 3 و AVF يبقى دي inferior infarction. هبص على الاس تي سيجمنت فيهم واشوف هل في اس تي سيجمنت تشينجز، اس تي سيجمنت اليفيشن مثلا، فيبقى في inferior wall infarction اللي موجودين في 2 و 3 و AVF. طيب تعالى بقى نتكلم على اللاترال وول. اللاترال وول بتاعت الهارت قلنا مين اللي باصين عليها؟ يلا بقى نعد مع بعض. قلنا اللاترال ده مشترك ما بين بريكورديال ليدز وما بين الليمب ليدز، لان الاثنين ينفع يشوفوا اللاترال. طيب من البريكورديال ليدز فاكر مين اللي كانوا متطرفين؟ في كام؟ اخر اثنين في 5 و6. في 5 و6 كانوا باصين على القلب من الناحيه الاخيره اللي هناك خالص، يبقى في 5 و6 ينفعوا لللاترال انفاركشن. حلو قوي. ايه كمان من الليمب ليدز؟ لو انت مركز فاكر عند زاويه زيرو، مش الزاويه زيرو دي كانت لاترال برضه، مبصص على القلب من الناحيه اللاترال، يبقى ليد 1 من انتوفن تراينجل، واي في ال، اي في ال اللي هو زاويه سالب 30 اللي قلناها برضو بص على الناحيه اللاترال. يبقى لاترال انفاركشن هشوفها من البريكورديال ليدز في 5 وفي 6، من الليمب ليدز ليد 1 واي في ال. دلوقتي انت فاهمها وحافظها ولا يمكن حقيقي تنساها. تخيل لو كنا سيبنا كل ده وبدانا الموضوع من الحته دي على طول، ويلا احفظ يا دكتور كل ليد بتصور راينو جزء من القلب او بتجيب انه انفاركشن يعني. طيب تعال نتكلم على الانتيريور انفاركشن والسبتال وول، اللي الجزء بتاع السبتم ده برضو من انتيريور. يعني ايه؟ اللي هو الهوريزونتال ليدز اللي هو في 1 و 2 و 3 و 5 و 6. دول يشوفوا لي الانتيريور انفاركشن، يشوفوا البوستيريور انفاركشن، يشوفوا السبتال، يشوفوا كل الحاجات دي. طبعا هلاقي في 1 وفي 2 فيهم تشينجز. في 1 وفي 2 قلنا دول قريبين ناحيه السبتم اكتر، فدول مع السبتال لو في مشكله في السبتم. في 3 وفي 4 دول يميلوا اكتر ناحيه الانتيريور وول نفسها. وكمان ممكن الفي 5 وفي 6 يعني لو في اخر الارتري واخد الجزء ده يعني فيبقى جزء لاترال معاه، فينفع الانتيريور برضه يوصل لغايه في 6. تمام. يبقى انا عندي من الفي 1 لفي 6 طبعا اهمهم في 1 وفي 2 ده السبتم، وفي 3 وفي 4 ده انتيريور وول. طبعا برضه الليدز دي هي كمان ممكن اشوف فيها البوستيريور انفاركشن، صح ولا لا؟ مش احنا بنقول الهوريزونتال ده يشوف الانتيريور والبوستيريور؟ بس الفرق ما بين الاثنين ان هلاقي الانتيريور انفاركشن الاس تي سيجمنت اليفيتد، الكهرباء رايحه على طول على الليد اللي قدامها. انما لو بوستيريور انفاركشن هلاقي الاس تي سيجمنت هلاقيها بقى ديبريسد في الفي 1 وفي 2. تمام. فاهمينها كويس ولا لا؟ انا بقول لك ان في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وكل الحاجات دي هتشوف لي الانتيريور انفاركشن، هتشوفهم. طب انا هعرف ازاي اميز؟ ما هو اس تي سيجمنت تشينج، اعرف ازاي الاس تي سيجمنت هنا انتيريور انفاركشن ولا بوستيريور؟ من حيث مرتفعه ولا منخفضه. لو بوزيتيف ويف يعني اس تي سيجمنت اليفيشن هتلاقيها مع الانتيريور وول انفاركشن، لو نيجاتيف يعني اس تي سيجمنت ديبريشن هتلاقيها مع البوستيريور وول. تمام. طيب ترجمه الكلام ده للارتري برضه مهم. هيقول لك يا دكتور طب كده انه ارتري اللي مقفول؟ احنا مش هنكتفي بانه حته اللي ماتت، انا عايز اعرف انه ارتري المقفول. اللاترال ليدز اللي هم قلنا 1 واي في ال وفي 5 وفي 6. طبعا مين المسؤول عن الناحيه اللاترال من القلب؟ الليفت سيركمفلكس ارتري اللي هو جاي من الليفت كرونري، او الدايجونال ارتري اللي هو طالع من الليفت انتيريور ديستندنج. الانتيريور ديستندنج بيطلع ارتري كده في اخره بيمشي الى يميل للناحيه اللاترال شويه، فبرضه ممكن يتقفل هو كمان ويعمل لاترال انفاركشن. يبقى لما الاقي الليدز دي فيها تشينجز يبقى يا اما ليفت كرونري يا اما ليفت سيركمفلكس يا اما دايجونال ارتري. طيب بالنسبه للانفيريور وول، مين اللي بيغذي الجزء السفلي من القلب اللي هو بالمناسبه بيشكله اكتر الرايت فنتريكل؟ الرايت فنتريكل هو الجزء بتاع الانفيريور اوف ذا هارت اغلبه يعني. الانفيريور قلنا طبعا 2 و 3 واي في اف. مين اللي بيغذي الانفيريور وول؟ الرايتو كرونري ارتري نمره 1، وممكن كمان الليفت سيركمفلكس بيلف لغايه ما يوصل للبوستيريور وول والانفيريور وول، او البوستيريور والانفيريور يعني بارتس اوف ذا هارت. يبقى ممكن رايتو كرونري، ممكن ليفت سيركمفلكس مع الانفيريور ليدز. هيجي يسالك او يجيب لك صوره اي سي جي ويقول لك انه ارتري يا دكتور المقفول؟ يا ترى الرايتو كرونري، يا ترى ليفت انتيريور ديسندنج، ولا الابدومينال اورتا؟ تمام. طيب الانتيريور والسبتال ليدز قلنا في 1 في 2 في 3 وفي 4 وكمان ممكن في 5 وفي 6. يبقى انا بتكلم في الليفت انتيريور ديسندنج ارتري او اي برانش منه. الصوره دي نفس الكلام اللي احنا قلناه. الانتيريور وول قلنا في 2 في لغايه في 4، في 2 و 3 و 4 ممكن كمان. طب السبتم، من السبتال برانش بتاع الليفت انتيريور ديسندنج، هو لو هو بس اللي اتقفل لوحده هتبقى فيه سبتال انفاركشن يعني، يبقى في 1 وفي 2. طيب اللاترال وول اهو، اللاترال وول مين الجزء اللاترال؟ عند زاويه 0 الليد 1 عند زاويه سالب 30 اي في ال، وفي 5 وفي 6 من الهوريزونتال بريكورديال ليدز. تمام.
اخيرا البوستيريور وول هنتكلم عنه دلوقتي برضو يعني بالتفصيل، بس بنتكلم في ايه؟ هل في لمب ليدز ولا بيريكورديال؟ لا دي بوستيريور يعني بيريكورديال ليدز. هتكلم عن ال V1 through V4 ليدز. تمام؟ سواء بقى كان السبب بتاع البوستيريور انفاركشن دي السيركمفلكس ليفت سيركمفلكس او الرايت كرونري. ما انا بقول لك الليفت سيركمفلكس والرايت كرونري هما الاثنين هيغذوا الانفيريور والبوستيريور وول. تمام. ده بقى اهم جدول عليك، هو ده بقى ايه خلاصه ستيب 2. ستيب 2 بقى عايزه منك ايه؟ عايزه منك تشوف البتاع كده وتقول لي تشخيص على طول. بص يا استاذ يا دكتور، الانتيرو مايوكارديال انفاركشن، يلا بقى ايه دي خلاصه اللي قلناه. مين اللي مسؤول عن المنطقه دي؟ الليفت انتيرو ديسندنج ارتري، طبعا بما فيها من السبتال برانش وهكذا. يبقى ايه الليدز؟ ال V1 through V6. طب الانفيريور مين اللي بيغذي الانفيريور وول؟ قلنا الانفيريور وول posterior part of the heart بالرايت كرونري او الليفت سيركمفلكس، سواء ده او ده. تمام؟ بس الانفيريور وول اكتر عند الرايت كرونري، البوستيريور وول اكتر ليفت سيركمفلكس. طيب الانفيريور وول مين اللي قلناهم حرف ال اللي كان في الرسمه؟ 2 و3 واي في اف، ليد 2 و 3 and اي في اف اللي هم بيصوروا القلب من تحت. تمام؟ طيب posterior wall يعني البريكورديال ليدز، يعني بتكلم في V1 to V3. الاقي فيهم ايه بقى؟ هو ده بقى الكلام، الاقي فيهم depression، الاقي فيهم ST segment depression. تخيل ان V1 دي قدام والانفاركشن عكسها الناحيه الثانيه، فالكهرباء تبقى ماشيه بالعكس، فيبقى في ST segment depression في V1 و 2 و 3. ده في ايه ده؟ anterior ولا posterior wall؟ posterior wall. لو سرحت في اي لحظه وقف الفيديو، خد بريك، ارجع اسمع الحته دي من الاول، مفيش اي مشكله تماما، عشان الموضوع فعلا يعني مليان تفاصيل كتير. فيجي السؤال بقى في الجدول الجميل اللي قدامنا، posterior wall infarction. حضرتك عرفت انها posterior infarction، برافو عليك، من V1 لغايه V3. تقدر تقول لي هل هي بسبب left circumflex ولا right coronary؟ طبعا. الاثنين هيطولوا في الاول والاخر لغايه اللاترال ليدز بتاعت القلب اللي هي ليد 1 واي في ال. ليد 1 واي في ال هيطولوهم. تمام؟ طيب انا افرق ازاي ما هو السبلاي بتاعهم بيوصل للمنطقه دي، يعني سواء ليفت سيركمفلكس او رايت كرونري؟ اعرف منين اذا كان السبب رايت كرونري ولا سيركمفلكس؟ بص يا عم من الاتجاه. لو السبب ليفت سيركمفلكس ارتري فهتلاقي الناحيه اللاترال اليفيتد، هتلاقي الناحيه اللاترال اليفيتد. ليد 1 واي في ال هتلاقي فيهم اس تي سيجمنت اليفيشن، كهرباء من ناحيتهم، والمشكله والانفاركشن من ناحيتهم، من ناحيه نفس الليدز. ليفت سيركمفلكس بدايته عند هذه الليدز. انما لو السبب الرايت كرونري ارتري فده جاي من الناحيه الثانيه، يعني الكهرباء ماشيه بالاتجاه العكسي، فهتلاقي اس تي سيجمنت ديبريشن في نفس الليدز. دي فعلا فيري كومبليكيتد، الحته دي معقده جدا. ان انت توصل لمرحله انك تبص على اي سي جي وتميز، تقول له ده posterior infarction، وتقول له كمان غالبا انهي ارتري هو السبب، دي فعلا حاجه يعني وورلد كلاس. يبقى انا عرفت منين انها posterior infarction؟ من V1 ل V2 V3 لقيت depression، فهمنا ليه depression. عرفت منين هل السبب بتاعها left circumflex ولا right coronary artery؟ بصيت على lateral lead اللي هو lead 1 وليد اي في ال. الليدز دي من ناحيتها left circumflex، لو هو اللي اتقفل يبقى فيه elevation. لو جايه من الناحيه الثانيه الانفاركشن بسبب الرايت كرونري من الناحيه الاخرى، يبقى هتلاقي في اس تي سيجمنت ديبريشن. تمام؟ في نفس الليدز. طيب اللي بعد كده اللاترال وول، احنا لسه قايلينها طبعا ايه هو الليدز؟ 1 واي في ال وفي 5 وفي 6. مين السبب؟ ليفت سيركمفلكس ارتري، وكمان الدايجونال ارتري ممكن يكون هو السبب. تمام؟ ممكن عشان بس الحته دي ما تلخبطكش، احنا قلنا في اس تي سيجمنت اليفيشن في اللاترال ليدز اللي هم 1 واي في ال وفي 5 وفي 6. يجي الكتاب وبنوك الاسئله تكتب لنا حاجه غريبه، يقول لك في اس تي سيجمنت ديبريشن في اللاترال انفاركشن مع ليد 2 و 3 واي في اف. يا عم مش الليد 2 و 3 واي في اف دول بتوع الانفيريور وول، ايه جابهم بقى لللاترال وول؟ اقول لك، احنا بنقول ان الاتجاه الكهرباء لما بيمشي ناحيه الحاجه بيعمل بوزيتيف ويف. في حالات كتير هي بتكون عكس اتجاه ليدز ثانيه، فبيعمل حاجه اسمها ريسيبروكال تشينجز في الاي سي جي. يعني الليدز اللي بيحصل لها اليفيشن، الليدز اللي قصادها من عقارب الساعه اللي احنا رسمناها كتير دي، هتلاقي فيها العكس بقى. لو دي اليفيتد هتلاقي الثانيه ديبريسد، الكهرباء ماشيه بالعكس. فطبعا اللاترال ليدز هتلاقيهم اليفيتد في حالات اللاترال انفاركشن اللي هم 1 واي في ال وفي 5 وفي 6. ممكن الاقي معاها ريسيبروكال تشينج، الاقي اس تي سيجمنت ديبريشن في ليد 2 و 3 واي في اف اللي هم بتوع مين؟ بتوع الانفيريور انفاركشن.
فما تتسرعش لما تشوف اس تي سيجمنت تشينج في 2 و 3 و اي في اف، ما تجريش على طول وتقول لي دي انفيريور انفاركشن. بص على الباقيين كمان، جايز تطلع لاترال انفاركشن، اس تي سيجمنت ديبريشن في الانفيريور ليدز واليفيشن في اللاترال ليدز. تمام؟ عيد الجدول بجد، انا بقول لك لازم ارجع تاني وعيده من الاول لازم يتعاد يعني. اخر حاجه بقى الرايت فنتريكل ام اي. طبعا الرايت فنتريكل انفاركشن هيكون مع الانفيريور انفاركشن، احنا قلنا الانفيريور بارت اوف ذا هارت بالرايت فنتريكل، فده هيكون مين الارتري المسؤول؟ الكولبرت ليجن موجود في الرايت كروناري ارتري. هنلاقي بقى في اس تي سيجمنت اليفيشن في ليدز عاده مش بنشوفها كتير لان هي مش بتستعمل كتير، هي ليدز بنفس ارقام البريكورديال اللي هو في 4 وفي 5 وفي 6، بس بنحط جنبها حرف الار. ليه؟ احنا رسمنا الليدز من في 1 لفي 6 رسمناهم لو بصينا على القلب من فوق كده ناحيه الشمال. في ليدز ثانيه بنستعملها لو احنا شاكين في رايت فنتريكل انفاركشن زي اللي احنا قلناهم دول بس للناحيه اليمين. تمام؟ ففي حاجه اسمها في 4 ار يعني رايت، في 5 ار، في 6 ار اللي هي رايت. تمام؟ فاللي هم باصين على القلب يعني من هذه الناحيه، ناحيه الرايت فنتريكل. لو انا شاكك في رايت فنتريكل انفاركشن هستعمل الليدز دي. هلاقي في في 4 لغايه في 6 ار هلاقي فيهم اس تي سيجمنت اليفيشن. تمام؟ اتمنى تكون عدت الجزء اللي فات علشان نبتدي ناخد امثله. اول مثال عندنا صوره سهله جدا لانتيريور انفاركشن. انتيريور انا ببص على ايه؟ البريكورديال ليدز في الاول. ايه هم اللي هيفرقوا معايا؟ بص في 1 اس تي سيجمنت، شايف ايه رايك في الاس تي سيجمنت؟ اليفيتد ولا لا؟ اليفيتد. في 2 اليفيتد، هو في اليفيشن اكتر من كده يا راجل؟ في 3 برضه اليفيتد، في 4 كمان اليفيتد، في 5 شويه اليفيتد، في 6 قليلا اليفيتد. انما الاليفيشن واضح في مين؟ زي ما قلنا من في 2 و 3 و 4 اللي هم ماسكين الانتيريور انفاركشن. تمام؟ بص بقى على الانفيريور انفاركشن. احنا الانفيريور قلنا حرف ال اللي هنا 2 و 3 و في اف. ادي 2 فيها elevation، 3 فيها elevation، اي في اف فيها elevation. تمام؟ قلت لك ممكن يكون في reciprocal changes في الليدز اللي عكسها. يعني ادي ليد 1 واي في ال، بص في هنا ديبريشن، في هنا ديبريشن اهو واضح في هذه الليدز. تمام؟ انما الاليفيشن في الليدز بتاعه الانفيريور انفاركشن. lateral انفاركشن. lateral قلنا بايه؟ ادي 1 فيها ايه؟ اس تي سيجمنت اليفيشن واضح اهو. اي في ال فيها اس تي سيجمنت اليفيشن واضح، ادي 1 واي في ال. ونيجي تحت هنا عند في 5 و 6، بص في 5 فيها elevation، في 6 فيها elevation، ده كمان طايله معاها كمان في 4. تمام؟ طيب هل في reciprocal changes؟ في. شايف ليد 3 هنا depression ازاي؟ depressed هي ليد 3. اي في اف كمان فيها depression، وليد 2 كمان فيها شويه depression. يبقى في reciprocal change. انا لقيت lateral 1 واي في ال وفي 5 وفي 6 وكمان 4. ده كمان الانتيريور ليدز في كتير منهم يعني فيهم انفاركشن، يعني هو مش طايله بس اللاترال وول، وفي نفس الوقت في ريسيبروكال تشينج. ده بياكد لي اللاترال انفاركشن. طبعا دي صوره كانت عندنا في ستيب 1، يعني تاملها كده مع نفسك. احنا الكلام ده قلناه بالتفصيل دلوقتي من ستيب 1، هي احنا قلنا اكتر منه يعني. شويه اسئله بقى. بيقول لك اي جزء من الميوكارديوم، يلا بقى نراجع بقى بعد ما فهمنا كويس. اي جزء من الميوكارديوم حصل له انفاركشن لما بلاقي اس تي سيجمنت اليفيشن في 1 واي في ال. برافو عليك، لاترال في اللاترال، لان دول اللاترال ليدز ليفت سيركمفلكس ارتري. اي جزء من الميوكارديوم باظ في حالات 2 و 3 واي في اف. elevation في 2 و 3 واي في اف يبقى inferior infarction، غالبا رايتوكرونري وليست كومنلي ليفت سيركمفلكس. اي جزء من الميوكارديوم في اس تي سيجمنت اليفيشن من في 1 لفي 4. في 1 وفي 4 دول ايه؟ دول الانتيريور بريكورديال ليدز فيهم اليفيشن مش ديبريشن، اليفيشن، فدي انتيريور انفاركشن. اي جزء من الميوكارديوم الباز في اس تي سيجمنت اليفيشن 2 و 3 واي في اف. طب انا مش محتاج بصراحه 2 و 3 واي في اف فيهم اليفيشن، يبقى في الانفيريور وول اللي هي رايت فنتريكل. الراجل اكدها لك وسهلها عليك وقال لك حاجه يا دكتور، ده في جاجلر فينس ديستنشن وفي هايبوتنشن وكلير لانجز. كلير لانجز اللي عايز يقول لك ان الليفت فنتريكل كويس. الليفت فنتريكل لو باظ هيبقى فيه كراكلز، اللانج فيها كراكلز. لكن هنا جاجلر فينس ديستنشن وهايبوتنشن، ده معناها ان الرايت فنتريكل هو اللي مش شغال، فالدم اتحبس في الجاجلر فين. تمام؟
ده تاكيد يعني الموضوع 2 3 والاي في اف. طبعا دي صوره ثانيه للرايت كروناري ارتري لما بيتقفل. احنا قلنا الرايت كروناري ممكن يعمل لي انفيريور او بوستيريور ام اي. طب بنشوفها فين؟ ادي ليد 2 هنا اهو. فين؟ ادي ليد 2 اهي. شايف اس تي سيجمنت اليفيتد، واضح؟ طب ليد 3 elevated برضه. AVF elevated هي كمان. طيب الاقي في reciprocal change معاها؟ ممكن تلاقي. شايف هنا ال AVL، شايف الدبريشن بتاع ال AVL؟ الكهرباء بقى ماشيه بالعكس فيهم الناحيه الثانيه. تمام؟ هي المشكله بتحصل معانا في ايه؟ ان احنا احيانا بنحفظ حاجه كويس، بنحفظ ان 2 و 3 و AVF لو احنا مش مذاكرين الموضوع بنفس التفصيل ده يعني دول بتوع الانفاركشن، فبلاقي اي تشينج فيهم اقول دي انفيريور انفاركشن. طب ما انا لازم ابص على الباقيين، هل في ريسيبروكال تشينج؟ هل ما فيش؟ فاتاكد برضو من الاجابه بتاعتي هل هي صح ولا غلط. تمام. طيب هو الراجل مشكورا يعني نفس الصوره بس محللها لنا. قلنا ادي 2 و3 واي في اف مالهم في اس تي سيجمنت اليفيشن، يبقى دي انفيريور وول في ريسيبروكال تشينج في 1 وفي اي في ال. تمام، بياكد لنا الموضوع. وكمان بص بقى حلوه الحته دي، ده ما خدتش بالي منها. ان V1 فيها ديبريشن وV2 فيها ديبريشن. قلنا V1 وV2 دول بتوع ايه؟ V1 وV2 دول anterior infarction لو لقيتهم elevated. طب لو لقيتهم depressed، مش قلنا depressed يعني العكس الاتجاه، الاقيهم بقى في posterior infarction، الكهرباء فيهم ماشيه بالعكس، عشان كده الاقيهم depressed. ما بصش بقى، وده اللي احنا بنقول، ما تبصليش بقى كده على حاله زي كده وتقول ايه ده V1 وV2 يبقى دي anterior infarction. هو انت خدت بالك ايه اللي حصل فيهم؟ ده حصل فيهم depression، يبقى دي posterior infarction. وكمان مؤكده بايه؟ lead 2 و 3 و AVF اللي بتاكد لك كمان ان في inferior. ما هو الانفيريور يحصل مع posterior، مش نفس الارتري من رايتو كرونري ممكن يضرب الاثنين، يبقى يموت جزء من البوستيريور وول والانفيريور وول. وكمان في reciprocal change اللي قلنا عليها. واخيرا الراجل يعني قال لك كمان في هارت بلوك حصل بسبب الرايتو كرونري ارتري، فالاي في نود ماتت. هنقول ده في الكومبليكيشنز، حصل كومبليت هارت بلوك. عرفناه منين؟ طبعا الاي سي جي يعني الحقيقي فعلا بيكون بالمنظر ده اللي هو تحسه مش واضح خالص. شايف هنا دي بي ويف، اتمنى تكون واضحه. ودي كمان اهي بي ويف. شايف اهو بقى الديفليكشن ده باين، دي كيو ار اس، يبقى 2 بي وراهم كيو ار اس. طيب كمان مره، ادي بي ويف وادي كمان بي ويف وراها كيو ار اس، وهكذا نفس الكلام بي وبي وكيو ار اس واضحه. فدي حاله هارت بلوك. هنتكلم على الهارت بلوك بكل تفاصيله، بس لازم تكون عارف كل الفايندنجز اللي في الاي سي جي اللي قدامك عشان الاسئله ممكن تسال في اي حاجه فيها. تمام. سؤال بيقول لك اي ليدز، اي ليدز هتكون موجوده في الانفيريور انفاركشن؟ قلنا 2 3 واي في اف هيكون فيهم اس تي سيجمنت اليفيشن. وايه الاعراض اللي يعني هيحب يسهلها علينا في السؤال عشان ياكد لك ان ده رايت فنتريكل في انفاركشن؟ يبقى كلير لانجز زي ما قلنا، وجاجلر فينوس ديستنشن والكوزموساين وكل الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت لما الرايت فنتريكل ما يقدرش انه يملى يطلع الدم اللي جواه يعني. الملحوظه دي كمان مهمه اللي احنا لسه قايلينها، ان الرايتو كرونري ارتري هيسبلاي الرايت فنتريكل، والايفي نود، الايفي نود مهمه جدا عشان الهارت بلوك اللي احنا لسه قايلينه، والانفيريور وول اوف ذا هارت. تمام. وقايل لك كمان على معلومه كويسه جدا وهنقولها تاني في المانجمنت بقى بالتفصيل. حالات الرايت فنتريكل انفاركشن ما تديلهاش نيتروجليسرين. ليه؟ لان هو مش ناقص، هو ناقص توسع له الاورده. ما بص بقول لك عنده جاجلر فينوس ديستنشن، الدم مش داخل اصلا الرايت فنتريكل، الفنتريكل ما بيطلعش الدم اللي جواه، فانا اقوم موسع له كمان الفينز، ازود له الفينوس كاباسيتنس، ما ينفعش كده، هعمل له مور هايبوتنشن، كده مفيش دم هيروح الناحيه الشمال حرفيا. فخلي بالك، بص بقى على الاي سي جي واربط بقى، يعني بجد اللي عايز يعمل اسئله معقده جدا هيعمل من حاجه حلوه زي كده. يجيب لك بقى حاله بالاي سي جي هي انفيرور انفاركشن، ويدي لك شويه ادويه ممكن تديها للعيان. الله يا دكتور دي انفاركشن، ادي له يلا نيتروجليسرين، ده كونترا انديكيتد، ما ينفعش نديه علشان الهايبوتنشن. تمام. ماشي، يعني احنا اعتقد قلنا كميه اي سي جيهات كتير النهارده. دي ليد 2 فيها الاليفيشن، ليد 3 فيها اليفيشن، اي في اف فيها اليفيشن، وفي هنا الريسيبروكال تشينج في اي في ال ديبريشن اقصد، وليد 1 كمان فيها ديبريشن. تمام. طيب
يبقى دي حالة inferior infarction كما هو موضح بالصورة.